خلاص انا بؤمن، راجل بؤمن بالمساواه، فاهم؟ وانتوا رابطين الرجوله بالفلوس على فكره، بس انا راجل بؤمن بالمساواه. يعني انا دلوقتي لو واحد راح يتجوز واحده، اقول له يا ابني المساواه بتقول ان انت الشقه ب 100,000 هي تدفع 50 وانت 50، مش هي بتشتغل ومتعلمه؟ خلاص 50 و50. هتجيبوا عفش ب 100,000 جنيه، اه ان هي تدفع 50 وانت 50. لو مشيناها كده، لما يجي يحصل انفصال هتلاقي كل واحد ياخد حاجته، كل واحد بيمشي، خلاص انتهى الموضوع. انما لا، الراجل يسرف، الراجل يجيب، الراجل يجري، الراجل يعمل، وبعدين بس انا زيه، بس انا مش عارف ايه، بس الله، اشمعنى يعني؟ الراجل في كل حاجه فيها فلوس ومفيش فلوس، لا نقعد بقى نعمل فيها بطه بلدي ونعمل فيها ستات. لا، في رجاله لما بتعدي مرحله الغضب بيكون فيها، مين اللي كاتب الكومنت ده؟ ياسمين اه. لا، في رجاله لما بتعدي لها الغضب بيكون فيه بيزيد جدا وبيتمادى في الغلط فعلا. ما فيش راجل اللي هيقعد يعني يجعر وينعر طول النهار على فكره. يعني انت الست بقى مش عارفه تحتويه. يعني الراجل ده ولو هو بيزعق وبيجعر وانت حاطه له بطاطسايه في بقه هيسكت خالص على فكره يعني. لو سمع صوت الخلاط بيعمل عصير كده، هتلاقيه هدي من جواه وسكت. يعني يا بنتي احنا رجاله ما بنطلبش حاجه من الجواز اصلا الا يعني اللي احنا واحده تاكلنا وتشربنا وتنيمنا بس. تقولي لي بقى شغاله خدامه شغاله، هو احنا الرجاله كده؟ احنا رجاله كده بنعيش طول حياتنا نتعلم علشان يبقى معانا شهاده، علشان نشتغل في وظيفه كويسه نجيب منها فلوس كويسه، علشان نتجوز جوازه كويسه، عشان نرجع نقعد في البيت مرتاحين. بعد ما نعمل كل ده نروح ناكل في الشارع ونغسل هدومنا ونكويها في الدراي كلين؟ فاهم؟ ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. انا في واحده لسه من يومين حكي لي قصه، قلت لها والله العظيم انا لو من جوزك والله كنت شقيتك كده. انت مستفزه جدا، يعني مستفزه جدا. بس مش هقولها دلوقتي عشان بقول القصص بعد ما تكون ادمت يعني. بصراحه بس انكسر روعه بصراحه، بس انكسر حاجز الاحترام، خلص الحياه في اي موضوع. على فكره حاجز الاحترام لما بينكسر بينك انت ومديرك في الشغل، بينك انت وجوزك، بينك انت وواحد صاحبك، بينك انت وواحد جارك، الموضوع خلاص، الاحترام خلص، العلاقه انتهت. لان احنا اصلا، انت ايه اللي يخليني يجبرني ان انا اعيش مع حد بيهني او اكلم حد مش حاسس ان انا الا معاه مش بيرفعني؟ فاهم؟ ايه اللي يخليني غصب عني يعني بعافيه هو؟ لا. الاحترام بدايه اي حاجه في اي حاجه، دراسه، شغل، جيره، جواز، طلاق، في احترام، في خط ما بنعدوش احنا الاتنين، فبنتقابل عليه بنكون الوضع تمام. قال لنا من بعض، لا يبقى هنقل من بعض كتير. زي مثلا المثل اللي بيقول لك ايه، اذا رفعت الايدي تساوت الرؤوس. واحده ست عملت حادثه مع واحد راجل، نزيت ضربته بالقلم في الشارع، ما بعملهاش كانها ست، خلاص. لان واحد اتضرب قدامي يقول لك اعمل ايه، دي واحده ست كده، اه مد ايدي عليها ومد ايدي على اللي خلفوها، وابوها يجي واخوها يجي وجوزها يجي وامسح بوشهم الاسفلت. يعني ايه واحده ست تنزل تضرب راجل انت عبيطه؟ هي المساواه بقت كده؟ طب مساواه بقت كده قام رافعها بالنص ودايس عليها بالعربيه رايح جاي. ما هو في كلام بقى يجننك بقى. هل تنزل انت حمار؟ وقامت واكله الراجل بالقلم، الراجل وقف تنح كده، اللي هو اعمل لها ايه يا جدعان؟ دي ست، لا ست ما فيش حاجه اسمها. لو انا والله العظيم كنت مسكت شعرها كده كحته في الاسفلت رايح جاي، ولا هي اصلا ما تجرؤش. انا لو عملت لها كده بس خلاص هتقف مكانها، يجيبوا لها بامبرز على طول. ما انتوا ما تخرجوناش عن شعورنا بقى يا جدعان بقى، يوه. استغفر الله العظيم. كنا بنقول ايه؟ اه الاحترام، خلاص، الاحترام. روعة. الحياة صعبة بدها تعاون وتنازل بالحسنى، نتنازل بالحسنى، نتنازل بالحسنى، بس بنتنازل في لحد يعني حد اللي هو ما يقلش مني كراجل وست. انا بتنازل ان انا ممكن انت تكون غلطان وانا مقدره ان في ظرف وبتاع، فبروح اعداديك فصالحك فالموضوع يمشي. اتنازل ان انا حسيت ان جوزي مزنوق وانا معايا فلوس اساعده، مش اصرف عليه. يعني في كلنا كرجاله بيحصل لنا دروب في حياتنا، بتيجي في شهر مكسور عليك اقساط، عربيتك عامله حادثه خدت فلوس، امك تعبانه دخلت عمليات انت محتاج، وانا ست معايا فلوس اساعدك، مره انتهت. انما غلطه الستات، وانا قلت 100 مره للستات عشان بتقولوا ان انا متحامل على الستات، قلت لها انت لما تصرفي في البيت
مره في مره في مره الراجل بيشيل ايده اوتوماتيك، خلاص بيريح دماغه. ليه؟ لان انت لما بتصرفي صوتك بيعلى، طلباتك بتزيد، فالراجل بيزهق، فيقول لك خلاص سيبها شيلها الليله بقى، طالما هي بقى ايه اعتبرت نفسها راجل وبتزعق لها طلبات وبترد عليا خلاص شيلي بقى الليله كلها. فتقعد تشيل الليله سنه سنتين ثلاثه وتقول لك انا شايله الدنيا، انا شايله الهم، جوزي ما بيعمليش، ما انت السبب، انت السبب، انت اللي خليتيه يعمل كده. احنا كرجاله بنخش في اي حاجه عندنا امل ان احنا نغير ونعمل، وعندنا طموح وعندنا كل الكلام ده، مع بنهبط اللي هو بقى اللي انتوا عايزينه اعملوه. لما واحد يجي يستشيرني في حاجه مره واثنين وثلاثه واقول له رايي مره واثنين وثلاثه ما بيعملش بيه، فلما يجي يكلمني تاني اقول له اه خلاص اعمل اللي انت عايزه، يعني شوف انت عايز ايه واعمله. فبسيبك بقى، بسيبك لتصرفك، انت راجل عايز ترغي بس، انت كده صرفت على البيت شهر، دروس شهر، ملابس شهر، مزنوق شهر إيه خلاص هو اتعود ان انت تصرفي، خلاص ما بقاش عنده الحافز ان هو كراجل وعنده قوامه ان انا لا ما تصرفيش، انا خلاص ظروفي اتعدلت، انا خلاص عديت الدروب اللي انا كنت فيه، فاهمه؟ فلما تيجي تبقى ايه، ده انا بقالي كتير بصرف على البيت، ده انا بقى، وتقعدي تشتكي بقى لاهلك وتشتكي لاصحابك، هو خلاص بيقول لك طب هي بتشتكي خلاص اصرفي، شيلي الليله مع السلامه، اخد انا فلوسي بقى اخرج بيها واروق واعمل واسوي واتجوز تاني واعيش حياتي، طالما ان انت خلاص شايفه ان انت بقيتي راجل البيت وبتصرفي على عيالك والناس كلها عرفت ان انت بتصرفي على البيت، فبنبتدي الراجل يتبارد، فلما يتبارد بتحصل المشاكل. ماشي يا روعه، اهو تنازل بالحسنى، اهو اخرنا التنازل بالحسنى ليه حد ما نعدهوش. دينا حسني اقرب طريق لقلب الراجل معدته على راي سعاد حسني، ده راي كل الناس. املك كرش تعيش بوش، بص شايفه دي عامله ازاي؟ الحمد لله، طول ما ده مليان طول ما انا هادي. انت عارفه اصلا حتى في الشغل عندي والله لما بيكلموني في اوردر اقول لهم البريك كويس ولا، بص لو جعت في الاستوديو وربنا اسيبكم وامشي، شوف والله لو جعت في الاستوديو وانا بصور اسيبهم وامشي، فتلاقيهم عمالين يلفوا ورايا، ميه في قهوه في شاي في اكل في سناكس في بتنجان. المهم انا كنت بصور فيلم قعدت 3 ايام، كان فيلم تسجيلي، فكان في واحده ستايليست وواحده ماسكه اللوكيشن، فالماسكه اللوكيشن دي اسمها سلمى. سلمى دي انا اخر 3 ايام قلت لهم يا جماعه خدوا بالكم من سلمى دي، سلمى دي عامله زي خالتي بالظبط، والله العظيم ما عايز حاجه بجد، طب خد الشوكولاته دي اهو ماشي، طب خد كيس الشيبسي ده، طب يا جماعه هاتوا تعالوا ترابيزه نعمل. 3 ايام باكل بس، 3 ايام بشتغل بس، يعني الكرش ده مهم جدا بالنسبه للرجال خالص يعني. بص كده اهتموا يا جماعه برجالتكم، يعني بكروشهم، كل ما الكرش يكبر كل ما تحس ان الراجل كده ماشي فرحان كده في الشارع ودماغه رايقه. ايوه صحيح يا دينا صحيح. امل عبد الحميد، الرجوله مش فلوس بدن، هي بقت نادره اساسا، الراجل ظهر وسند وامان ويكون كلمته وانه يتقي ربنا. على فكره كلكم بتقولوا الكلام ده، يعني كلكم بتقولوا الكلام ده، كل الستات يا امل بتقول عايز الراجل سند وظهر وامان ومن غير فلوس، مش استحاله راجل معهوش فلوس يبقى هتلاقي عنده الكلام ده. انت الستات كهرمونات وكحياه انتوا بتقولوها انا عايزه فلوس عشان امن حياتي، عشان اجيب اللي انا عايزاه. خدي بالك الراجل ممكن يكون يحبك ومعهوش فلوس وانت عايزه تشوفيه وحشاه، فاهمه؟ ومش قادر يجيلك، معهوش فلوس، معهوش فلوس ياخدك يقعد في مكان، معهوش فلوس ينزل لك اصلا، عنده التزامات تانية في حياته قافلاه. حتى الشباب الصغير، يعني الشباب شوف بياخد مصروف ويزوغ من الدروس ويحوش عشان يروح يجيب هديه لبنت عشان يخرج معاها. لما بتكبر من كتر الالتزامات اللي وراك، لا انا مش هعمل كده طبعا، لا خالص. فمفيش فلوس مفيش حب. ليه؟ مش علشان الفلوس مقابل الحب، لا علشان الفلوس بتحافظ على الحب، بتحافظ على العلاقه، بتحافظ على ان انا انت زعلانه مني انا عايز اصالحك لازم انزل اجيب لك هديه، انت حباني مش زعلانه مني بس عايزه تشوفيني فلازم اخرج معاكي، دي فلوس. انت عايزاني اتجوزك فلازم هتقدم لاهلك فلازم يكون معايا فلوس، فاهم؟ مش بشتري حبك بالفلوس، لا انا بشتري حياتي كلها بالفلوس، بشتري امانك بالفلوس. يعني انا عايزين نتجوز لازم الامان، الامان في بيت، البيت يبقى مجهز، ما ده فلوس. لازم السند،
انت تعبت ورحت المستشفى، خبطتك عربيه فعصتك بالاسفلت، انا راجل معيش فلوس، رحت مستشفى، بدل ما اخدك في مستشفى خاصه خدتك في مستشفى حكومه، فين السند؟ ما لازم يكون في فلوس. فاهمه؟ في ستات صريحه تخش تكلمك معاك فلوس يلا معاك، الحب ده يجي بعدين، معاكش فلوس. وهو على فكره هو ده اللي النظام اللي ماشي فيه، انت اهلك نفسهم، مش انت يا امل عشان انت صاحبتي وانا عارف ان انت مش هتزعلي مني، لما بتقعدي تحب واحد في الكليه طول الكليه وانتوا الاثنين مع بعض، فالمفروض اللي هيخلص كليه ده هيطلع لسه هيشتغل ولسه هيحوش، لسه هيعمل جمعيات، لسه هيعمل قروض، لسه هيعمل قدامه 5 سنين علشان يبتدي يجي يخطبك. بس انه لو راح لاهلك كده مش هيرضى. فجاه في ال5 سنين دول يجي واحد اقرع وبكرش ومعاه فلوس وشغال من زمان ومش متعلم، يخش ايه يا عم الحاج انا عندي شقه وعندي عيشه احسن عيشه واجيب لها احسن حاجه. فاهلك ذات نفسهم بيقول لك ايه، يا بنتي ده هيأمن لك مستقبلك، يا بنتي ده انت هتعيشي معاه مرتاحه، يا بنتي يا بنتي، فتروحي تتجوزيه. والتاني ما اصل لسه قدامه كتير بقى، اصل هنعمل ايه اهلي مش موافقين، وبتتجوزي وبتخلفي وبتطلقي وبترجعي له بقى تدوري على الحب بقى عشان عايزه نتكلم، يا فكرتني بالايام زمان، فاكر لما كنا بنعمل. في الحاله دي بيكون هو بقى خلاص اتجوز وخلف وطلق وعنده التزامات وعنده نفقه وعنده مصاريف وعنده الدنيا تانية خالص، فبرضه بترجعي تلاقيه معهوش فلوس. هي ما لازم يكون في فلوس، عشان كلام الستات بقى بتاع ايه، انا عايزه سند، عايزه امان، عايزه حب، عايزه احتواء، عايزه اهتمام، عايزه قلمين على وشي، ده كله لازم له فلوس، لازم فلوس، لازم فلوس. وانا بقول لكل شاب وكل فتاة، معكش فلوس ما تخشش في اي حوار، لا تضر ولا تضر. لا توهم واحده ان انت بتحبها وخلاص وعاملها ببحر طحينه وانا هعمل واسوي واروح، عشان يا حبيبي الحياه ضغوطاتها اكتر من احلامك وطموحاتك انت وهي. سيبك من انت كنت شاب صغير ممكن تاخدها عند اي كشك تضربه كان زيتين، حتى كان زيتين دلوقتي ب 20 جنيه. يعني انت عشان تروح تقف عند الكشك تجيب لها شوكولاتايه كادبوري معفنه من ام 20 جنيه دي وجنبها كان زيتين ده 40 جنيه، وتركبها تاكسي ب 30 جنيه دي 70 جنيه، يعني انت قفلت لك ال 100 جنيه وانت شاب لسه خارج. فانت يعني ما تستعبطش، 100 جنيه دول روح هات لك بيهم تيشيرتين يا حبيبي. فلازم فلوس. فاي واحده ست، والكلام ده بقوله الرجاله، ما تصدقش واحد يقول لك انا مش عايزه فلوس، لان كده كده اصلا هي مش عايزه فلوس في ايديها، بس متطلبات الحياه ان انت تحافظ عليها محتاجه فلوس. لو انت معاك خش في الموضوع، ما معكش اقعد بقى ما تقرفناش انت وهي، ما تقرفناش هي بقى تقعد تقول لك اصل ده وعدني وخلف، وده تقعد تقول لك اصل السند والحب، وانت تقعد تقول لها اصل انا مش قادر، اصل انا حوارات حوارات حوارات، يعني ما فيش اي حاجه. انا واحده غنيه جدا بتكلمني، غنيه جدا غنيه جدا، يعني زلط مليونير في شخونير الناس كلها، معاها ملايين ما تعدهاش، وعندها 50 سنه. نعم، في واحد متقدم لي او بنحب بعض، هو اصغر مني يعني ب10 سنين، بس حالته الماديه انا خرجت معاه لقيتها حاله ماديه زفت بصراحه، يعني مش من مستواي. انت مش بتحبيه؟ اه، ايه المشكله؟ لا اصل المستوى برضه الاجتماعي بيفرق. اصلا يا بنتي هو دلوقتي واحد عنده 40 سنه وما اتجوزش، طبيعي حالته الماديه تبقى زفت، عنده ظروف. في ناس عندها 40 سنه اهاليهم تعبانه، ابوه يعني انا اعرف واحد صاحبي امه وابوه تعبانين، فمش عايز يتجوز عشان ما ينشغلش عنهم، واخواته البنات جوزهم وكان خلاص راجل وصل ل 40 استنزف كل ما عنده من قوه، وانت بتقول ان هو شاب واخلاق وكويس وطبيعي وانت معاكي فلوس. ما بقولكيش اتجوزيه واصرفي عليه، لا، بس ممكن تعملي له مشروع، تدخليه معاكي في شغلانه، تشغليه شغلانه اعلى شويه، تساعديه من بعيد بحيث ان هو يعني يطلع يحس ان هو بيشم نفسه، يحس ان هو متواكب معاك. وانت اللي بتقول ان هو كويس انا ما شفتوش، انما هو جاي علشان ينصب عليكي دي حاجه تانية. انت بقى ليه ما تحاوليش تحلليها لي وتحاولي تحكي لي الموضوع بحيث ان انا اقول لك اه ماشي تمام؟ لا، انت اللي في الموضوع وانت اللي ادرى، هو جاي ينصب عليكي ولا فعلا هو فعلا كويس وابن ناس بس ظروفه تعبانه؟ فبالتالي ما تقعديش تقولي لي بقى ايه اصل هو فقير، اصله معوش، اصل لا. على فكره ممكن في رجاله كتير جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لما برضو تاجر بفلوس السيده خديجه كانت اغلى منه بكتير. هو طبعا مش النبي وانت مش السيده خديجه عشان ما تقوليش ايه المثل غلط، لا، بس فعلا في ناس بتبقى محتاجه فرصه. يعني في واحد يعني ممكن يكون في عيلتك محتاج كشك وانت معاك فلوس بس مش عايز تعسل، ده ماسك موبايل هو وعياله، فاهم يا عم؟ يا عم ما يبيع التليفونات ويبيع عفش بيته ويقعد على الارض ويلبس هدوم مقطعه ويعيا ويمرض ويبقى عليه ديون وهيتحبس
ساعتها الراجل ده فعلا محتاج، لا لازم نساعده. لا مش كده. وفي حاجات من اساسيات الشقه دي، من اساسيات الحياه، العربيه من اساسيات الحياه، الموبايل من اساسيات الحياه. انت عايزه يبقى على الارض خالص عشان تبتدي تساعده؟ لا بالعكس، ممكن حياته كلها تبقى واقفه على ان حد يديله فرصه، دفعه طلعه، اديها وانساها. ممكن هو يكمل حياته بعد كده ويبقى اغنى منك كمان ويبقى احسن منك. فاهم؟ بسبب ايه؟ بسبب يعني هي حياته واقفه. انت عارف انت يعني كده معديه من خرم ابره، مش عايزه تخش. لو عدت هتبص تلاقي الدنيا سلكت وبقت حلوه. ففي ناس كتير كده، الناس كتير، انا وانت كده. انا وانت حياتنا بتيجي تقف عند حاجه معينه، حاجه صغيره جدا نفسنا حد يزقنا يا جماعه فيها. يعني ممكن تلاقي واحد عنده مثلا قسط، اشترى حاجه في وقت زنقه كده، قسط. القسط ده بيبقى عقدته كل شهر، كل شهر نفسه يعدي القسط ده باي طريقه. وانت بقى تروح، يبقى في عيلته مثلا ناس اغنياء يروحوا يطلعوا فلوس لشحاتين وناس غلبه وناس بتنصب عليهم وناس مش عارف ايه، وناسيين الاتنين تلاته اللي في عيلتهم اللي هم اصلا حياتهم واقفه على قسط تلاجه اتحرقت، قسط علاج، يعني فاهم انت؟ فتبص تلاقي الناس شاطحه بره في كل حاجه. ويعني اعرفها المديره عندي، كان عندي مديره كده، بص كل 3 شهور كرموها في دار ايتام، ويدوها شهاده تحطها تعلقها في المكتب ويكرموها. قلت لها على فكره كل اللي انت بتعمليه ده ملوش اي 30 لازمه. دور الايتام اصلا، انت لو دخلت دار ايتام ايا كان بقى، تبص اول لما تخش تلاقي المدير عاطط مكتبه شيك جدا وتكييف وكراسي جلد وبتاع، ده تخرج من الدار. لا مش بصرف على اهلك، انا جاي اصرف على الاطفال. فانت بتطلع لي بقى بتاخد الفلوس تلمها وتبيض لي وتعمل لي والكلام ده كله. لا يعيشوا في مكان نضيف بس المكان عادي. انا بروح اماكن والله العظيم عايشين انضف مني. يعني انت بتاخد الفلوس بقى، انت بنات بتتجوز وبتتجهز وما بتعملش كل الكلام ده، وعمال بس تعمل لي كراسي جلد وتكييفات ومش عارف ايه، تقول لك عشان خاطر لا، دي دار ايتام يا حبيبي. دار ايتام يعني الفلوس اللي داخله دي انت هتتحاسب عليها. فمش تبرع تبرع تبرع. طب في الاخر فين يا جماعه الحاجه؟ يعني انا اعرف دار ايتام حاطين فيها 4 بنات ايتام صغيرين وهم عندهم فرع تاني. طب ما تحطوا دول في دول. لا بس الفرع ده بيجيب فلوس، اللي بيجي بتصعب عليه العيال. تروح الفرع التاني في القاهره، ايه اللي انتوا عايشين في جرين بيلز ولا جرين هيلز؟ ايه ده؟ في ايه؟ ده انتوا انا ده كده اللي انا انتوا تتبرعوا لي بقى يعني المفروض انتوا اللي تتبرعوا لي. فمش كده. في كل واحد بيبقى عنده مشكلة أساسية في حياته تتحل سهل جدا لو احنا يعني فهمناها. هي دي الإنسانية، والإنسانية تتجزأ سواء مسلم مسيحي يهودي. انت كإنسانية ان فلان ده انت ما تقبلش ان هو يتألم. فخلاص انت في ايدك ان انت تخليه ما يتألمش. فليه تقعد تتفرج عليه؟ فتقول لك لا اصل انا عندي ملايين. طب ايه يا ستي الملايين دول؟ انت يعني انت عندك ملايين، لو طلعت منهم 100,000 عشان تشتري سعادتك انت بواحد انت بتحبيه وهو ظروفه مش سامحاه، جربي. مش لازم تديله الفلوس كلها وتبقي هبله يعني. فلازم، يمكن هي دي عصرته في يمكن لو يمكن بصي، يعني في نماذج كتير يعني ابتدت بحاجات بسيطه وبطموحها ومجهودها عدوا. فاهم؟ بسبب ايه؟ حد عدى كده ما يعرفهمش اداها دفعه. انا اقول لك ولا بلاش عشان بس نشوف الكومنتات. عشان انا اصل انا راجل رغاي معلش. وانا لما انت عارف انت يعني لولا انا حاطط التليفون في الباور بانك كان زمانك دلوقتي فصلت من زمان. الحياه صعبه وبدها تعاون. انا مش عارف يا ثواني ثواني. سوري يا جماعه لو كنت عديت حد والله فعلا، بس انا اقرب طريق لاكبر من الرجوله مش سند يا امل. الرجوله مش فلوس بس، هي بقت نادره اساسا. لا مش نادره على فكره، احنا كلنا رجاله وفي رجاله كتير جدا. انتوا بس اللي حاطين في دماغكم الكلام ده يا امل، وانتوا اللي بتوهمونا بالكلام ده، بتوهمونا ان احنا وحشين علشان خاطر تعملوا اللي على مزاجكم واحنا ما نعترضش. دينا قلب مش فاهم. عادل قال انت مصري؟ نعم انا مصري ولوني مصري وطيني مصري والنيل جوايا يسري. صباح الفل. امل هو يبقى راجل منين لما يسيبها تصرف عليه؟ لا مؤاخذه هي تمشي على قد اللي معاها واذا كان عاجبها، لكن لو سندته يستطيع فهو كل شيء لله يبقى يلبس طرحه. يلبس طرحه ايه؟ هو انت او انا بقول لك تصرف عليه؟ انا عمال اقول ما تصرفيش عليه. انا بقول لك ما تصرفيش على الراجل. انت اللي فاهمه غلط.
وبعدين خدي بالك، الست تقعد في البيت جوزها معاه 1000 تصرف ال1000، انما الستات عايزه تشتغل عشان هي اتعلمت تعليم البنات ده مصيبه. اتعلمت، فلما اتعلمت استخسرت ان هي تقعد من غير ما تشتغل عشان هي اتعلمت فتشتغل. لما بتشتغل بيبقى متعلمه ومشتغله، فبتفتكر ان هي بقت ند للراجل، فبالتالي انا مساواه زيك. حطها بقى في حاجه من المصاريف، انت تقولي يبقى الراجل مين اللي هي صرفت عليه؟ لا، مش في مساواه. انت متعلمه وانا متعلم، انت بتشتغلي وانا بشتغل، انت عايشه معايا في بيت، البيت ده فيه مصاريف وانا عايش، يبقى نصرف بقى. مفيش حاجه اسمها انت مش راجل عشان اصرف، لان الرجوله اللي انتوا بتقيسوها ان الراجل لازم يصرف كل اللي معاه على الست عشان خاطر هو يبقى راجل. لا، على فكره مش الراجل اللي بيصرف، ممكن الست تكون بتصرف وهو راجل جدا وجدع جدا وهو امكانياته كده. يعني ممكن دكتوره متجوزه واحد عنده ليسانس اداب، طبعا هي عشان تعيش في مستوى الدكتوره، فهو مستوى ليسانس اداب ده مش هيعيشها في مستوى الدكتوره، بس هما حبوا بعض واتجوزوا، فهي بتحاول تواكب او تصرف علشان تعيش في المستوى بتاعها، وهو معاها بيحاول يدفع كل اللي معاه فلوس ماديا ومعنويا. ما انا برضو مش ذنبي ان هو معاه ليسانس اداب فيستحمل شغلها كدكتوره بتبات بره وبتنزل في اوقات مختلفه وما بتروحش معظم المناسبات بتاعته، فانا مستحمل ده علشان خاطر انا مش قادر اواكب دون، فانت بتصرفي علشان نواكب ده فيحصل توازن. انما كون ان الست بتصرف على الراجل فما بقاش راجل، لا، على فكره هيروح لواحده تانية تمشي على قد اللي معاه وتعتبره سيد الرجاله، وهيبقى احسن 100 مره يعني في معاملته معاها احسن من معاملته معاك. ماشي. فكون ان الراجل ما بيصرفش ما يبقاش راجل، لا، ملهاش دعوه. زي كده مثلا لما يكون واحد عنين ومتجوز واحده كل شويه تكلمني تقول لي على فكره انا جوزي ما بينامش معايا وعنين والكلام ده كله وانا عايز اتطلق، وعلى فكره اصل هو مش على فكره هو مش راجل. في حاجه ممكن يكون راجل وبوزيشن ووظيفه وليه هيبه وليه كلمه قدام الناس، بس ربنا لزقه مرضه بحاجه زي دي. ما يمكن هو لو بيخلف كان يبقى طاغي، وكل واحد ده هم 24 قيراط وكل واحد واخدهم، اللي واخدهم فلوس واللي واخدهم صحه واللي واخدهم مال واللي واخدهم عيال واللي واخدهم بنات بس واللي واخدهم ولاد بس واللي واخدهم شغل. فاهم؟ زي الست كده ممكن تلاقي واحده وحشه جدا بس سكسي جدا ومفيش راجل يشوفها الا لما يتهبل عليها، واحده جميله جدا بس بارده جدا، ما انت مش هتاخدي الاثنين. ما هتاخدي واحده جميله قوي وشعنونه وفيها كل المواصفات، طب والوحشه دي تترمي تموت؟ لا، ما لازم ربنا ياخد حاجه من هنا يحطها هنا. لازم الراجل ربنا يحط في الراجل بيحب واحده السمراء عشان السمر ما يبروش. لو كلنا بنحب البيض كلنا هنبقى بيض، فمش هينفع كلنا نبقى بيض كده، فلازم يبقى في سمراء قمحويه طويله قصيره تخينه رفيعه، واحده بوراك واحده بدراع واحده برقبه واحده بشعر واحده بشفايف واحده بمناخير، يعني كده يبقى في تنوع. لولا اختلاف الاذواق لبارت النساء. يعني لو احنا باصين في حته واحده مش هنشوف بقيه الحتت، هتقعدوا انتوا بقى تندبوا وتقولوا اصل ما فيش رجاله، اصل ما فيش مش عارف ايه، اصل دلوقتي بقت الرجاله اشباه ذكور واشباه كلام بقى الستات بتنشره على الرجاله علشان يرضوا غرورهم من جواهم. وبعدين انا بقول للرجاله ما تمشيش ورا الستات في الكلام عشان ترضيهم، لان هم هيوصلوا لنقطه معينه يقول لك ايه ده الراجل اللي جاي على مزاجي قوي ده، انا عايز راجل يا عم يديني بالجزمه. انا هو في واحده والله العظيم في بنت عندها 16 سنه قابلتها في اسانسير بتقول لي يا عم انت امور قوي، قلت لها يا حبيبتي ربنا يرزقك بامور ده. قالت لي لا انت شكلك محترم، انا عايزه واحد يديني بالجزمه، عايزه واحد يصبحني بعلقه ويمسيني. قلت لها يا بنتي انت عندك 16 سنه، انت ايش عرفك الكلام ده اصلا؟ فيعني هتمشي ورا الست اللي انت تبقى كيوت اوبن مايند شيك، بتوافقها على كل اللي هي بتعمله، بتخلي لها حياتها كلها وردي زي ما هي عايزاها، بعد يومين ثلاثه تقول لك في ده الحياه الوردي دي ايه ده، انا عايزه مفيش مشكله احكيها مع اصحاباتي، يعني صاحبتي قاعده متطلقه وصاحبتي الثانيه محسوده وصاحبتي الثانيه معمول لها سحر وصاحبتي الثانيه حماتي معكده عليها وانا قاعده كده حياتي وردي في وسطهم، ايه ده، جوزي جايب لي كل حاجه، جوزي ما بيخرجش من البيت، جوزي مش عارف ايه الحياه دي. فتبقى هي زهقانه، هي الست شخصيتها كده عايزه تحس ان هي شهيده، عايزه لما تقعد وسط اصحابها المطلقات كده والارامل واللي عندهم مشاكل واللي طالعين عين امهم ومتجوزين وجوازهم بيصبحوهم بعلقه وينكدوهم بعلقه تقول يا صدقي وانا جوزي برضو امبارح كان بيهرش وهو ماشي في الطرقه، انا مش عارفه بيهرش ليه،
جربان نكشف عليه. فلازم تديها حاجه، لازم تديها حاجه تقعد تقولها، تقعد مع اخواتها واهلها واصحابها، تبقى عندها مشكله تقولها. ما ينفعش الست تبقى مرتاحه، هي الست طبيعتها كده. تلاقي الواحده بتخلف بتولد وتصرخ وتطلق وهتموت وتحمل تاني وتولد تاني. هما بيحبوا الالم، نعمل لهم ايه؟ طبيعتهم كده. تلاقي الواحده واخده خازوق قد كده، بعدها باسبوع تقول لك يا بس انا حبيته اصل ده غير، وتقوم واخده داخله واخده الخازوق التاني. الله، طب هي كده الستات كده، مش ممكن تريحها يا حبيبي. انت لو انت يكون عندك كل سبل الراحه، بس لازم تيجي كده في حته تقوم ايه، تحسسها ان الحياه متغيره. انت عمري شفت اتنين مرتاحين في حياتهم قوي اللي لو كانوا مجانين؟ يعني تحس ان هم هبل كده، هو بارده وهي بارد والحياه ماشيه بطيخ يلا. لا، لازم تبقى سموها البهارات، يعني تخش كده صباح الخير، انت كمان بتقول لي صباح الخير، وتقوم مروق عليها عشان خاطر حياتك تبقى حلوه. احمد عادل والله العظيم كلامك صح الصح حبيبي يا ابو حميد. اخيرا اخيرا لقيت راجل في اللايف ينصفني. ايه ده؟ الصمت البؤام والموت الزؤام. ياسمين حجاب بتحصل وكلنا بنحب عادي. بنحب، هو كل حاجه بتحصل. كل اللي انا بقوله ده والله منكم انتوا، والله اللي انتوا بتحكوه لي انا بحكيه. انما انا كراجل في حياتي، اه، انا راجل بركه خلاص على الله حكايتي يعني ايه. سؤال الفل. ثاني ياسمين، لا في مواقف بتتحمل فيها عشان الشخص اللي معاك اعتمدت عليه انه سند. في مواقف بتتحمل فيها عشان الشخص اللي معاك اعتمدت انه سند. خلاص انا نسيت الموضوع، ما اعرفش كلام، انا اصلا مش فاكر انا قلت ايه. بس فعلا كلامك حقيقه. في بعض الاوقات انت كراجل بتحس ان الست اللي معاك دي سند ليك في حاجات هي امكانياتها بتسمح لها ان انت اللي هي تسندك في حاجه زي من دول، فاهم. وفي ساعات الست بتحس ان الراجل سند في مواضيع، بس الراجل مش هيبقى سند في كل حاجه وبعدين عايز اقول لك ان سند الرجاله وكلام للرجاله وده مهم، ما تبقاش سند لكل البنات ولكل الستات. ما تبقاش سند الا للي انت ضامنها في ايدك، تبقى مراتك بتاعتك. يعني خد الكلام ده مني بقى، عشان لو انت شاب، عشان اللي انا بشوفه بالشباب بصراحه هبل. تبص تلاقي الواحد كلم واحده وتعرف عليها، وبعدين تخيل كده ان انت معاك 1000 جنيه، صحيت الصبح كلمتها، قمت رايح نازل حاطط ب 200 جنيه بنزين في العربيه، رحت جبتها، خدتها وديتها في مكان فطرته 200 جنيه كمان، وانت ماشي الله يا حميد انا مش عارف نفسي، قمت جايب لها هديه ب 200 جنيه كمان، وقمت مروحها. وبعد كده انت رجعت البيت صرفت فلوس، صح؟ هي طلعت ايه ده فلان خرجنا وعملنا وكلنا وشربنا واتفسحنا وهي ومشي وفرحانه وزيطانه اخر حاجه. انت الناحيه التانيه انا ما اتبسطتش. يكون ان انا مبسوط ان انا خارج معاها؟ لا على فكره، انت لو خدت ال1000 جنيه دي ونزلت اتمشيت الصبح من غير بنزين عربيه، ودخلت مول اشتريت لك بنطلون وتيشيرت وشوز ايا كان سعرهم، وخرجت دخلت محل سمك ضربت لك سمكتين حلوين نص جمبري وبتاع ورجعت، ده الواحد ايه ده، كيفت، كلت وشربت وخرجت واتفسحت وجبت لبس ومعاك فلوس وقاعد في بيتكو. استفدت ايه انت لما تخرج مع واحده تصرف عليها كل فلوسك بحجه ان انت هتحبها، وهي عارفه 10 بيعملوا معاها نفس الكلام. انت عارف انت في ستات كده تقول لك ايه، الا فلان ده انتيمي، ده اخويا. ليه؟ ايوه يا ابو حميد تعالى وصلني عشان انا رايحه في الحته، في يوم جاري. ايوه يا سيد تعالى عشان احنا في المستشفى عايزين، يوم رايح دافع. ايوه يا عباس. فتيجي تقول لك في الاخر ايه، لا ده اخلاق مؤدب ومحترم وراجل وسند، وفي الاخر طب وفي الاخر بتلبس انت الهوا. يعني الهوا على راي راجل كبير يقول لك بص، يعني ده قابلته كنت باكل اصلا في محل وبس، هو قالها صراحه وانا هقول لكم صراحه هي مش طالعه منه. قال لي بص يا ولدي، هتدفع تاخد، مش هتاخد ما تدفعش. هي الحياه كده، الا الجنيه اللي هحطه اللي هصرفه على ست هاخد بيه، مش هاخد ما اصرفوش. اصرفه ليه؟ هستفاد ايه؟ اصرفه على نفسي. والستات كده معاها فلوس يقول لك انا اصرفها على نفسي،
اجيب مكياج واروح الكوافير واظبط طب اللي وراكي والدنيا ماليش دعوه، انا كله يولع في راجل بيصرف على الكلام ده. فانت المبدأ عند الراجل هو نفس المبدأ عند الست. بس عادي، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. 4 تعليقات جديدة، ثواني. دي فئة معينة من الناس غالبا حضرتك بتتكلم عنها، فئة الناس المادية. على فكرة الماديات في كل حياتنا، مش ناس معينة. الماديات في كل حياتنا وهي اللي بتتحكم فينا. انا كراجل مش مادي، لما اجي اتعرف على واحدة واخش معاها في علاقة وهنتجوز وانا مش مادي ومعيش ماديات، طب ايه هتجوزها ازاي؟